هل الشيطان يأمر بالخير؟ الشيطان يأمر بالخير، بس اصبر عليه أعلمك. ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد المجلد الثاني ذكر أن الشيطان يمكن حصر الشر اللي فيه في 6 مراتب، يحاول يوقع الإنسان في واحدة من هذه ال6 أو أكثر. المرتبة الأولى يحاول ببني آدم إلى أن يقع في الكفر والشرك، فإن لم يقع في هذه المرتبة أوقعه في البدعة، فإذا ما وقع في هذه المرتبة يحاول يوقع الإنسان في المرتبة الثالثة ألا وهي الكبائر على مختلف أنواعها. إذا ما قدر يطيحك في الكبائر يطيحك في الصغائر، المرتبة الرابعة الصغائر حتى تتعاظم عليك وربما تهلك بسببها. المرتبة الخامسة إذا ما قدر يطيحك في الصغائر يطيحك في المباحات التي لا ثواب عليها ولا عقاب، المباحات يشغل وقتك كله في المباحات. المرتبة السادسة إذا ما قدر على واحد من هذه ال5 مراتب عليه يحاول يطيحك في المرتبة السادسة. يأمرك بالخير ليمنع عنك خيرا أعظم منه، ويأمرك بالمفضول ليمنع عنك ما هو أفضل منه. بعطيك مثال، يوم من الأيام قاعد تقرأ القرآن وأقيمت الصلاة، يمكن الشيطان يأمرك بالخير يقول لك اقرأ الصفحة الثانية، اقرأ الصفحة الثالثة، ليمنع عنك خيرا أعظم انك تقوم تصلي في المسجد، يمنع عنك انك تخدم وتبر بوالدينك. برك بوالدينك أعظم وأفضل من انك تقرأ كتاب العلمي أو كتاب الديني هذا. وعلى ذلك ويقول ابن القيم رحمه الله وقل من ينتبه لهذا من الناس، وما علموا أن الشيطان لا يأمر ب70 بابا من أبواب الخير ليتوصل بباب للشر، أو إما ليمنع عنك باب للخير أفضل من ال70. شوفوا كيف. لهذا نقول في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي الحديث الآخر وشركه. شركه واضح، وشركه بمعنى بخاخه 500 اللي يصطاد بها الفرائس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسلام.